صباح الخير. ارجع اصور فلوجات تاني. تصوير الفلوج بيخليني اخرج كتير، فارجع اصور فلوج عشان بيخليني ابقى انشط شويه. طه ما أنزلنا عليك القرآن على بني إسرائيل ولا تعذبوا بيدكم. يا عم انت رحت فين؟ تطلع في الفلوج معانا ايه؟ نرجع نصور تاني. خدت بالكم العربيه؟ كان في عربيه رينو عدت من جنبينا كده الصبح. الرينو هنا مش من العربيات المنتشره، مش بيحبوها قوي يعني، لكنها مش بتستحمل الحراره، فبيفضلوا هنا العربيات الكوري والياباني اكتر. هوندا، هيونداي، تويوتا. انما الرينو قليله هنا، مش ملهاش سوق هنا قوي يعني. ده بالصدفه يعني على موضوع العربيه. موضوع بقى الفلوج يعني ما تستناش ان يكون في نصيحه، هيكون في شيء، لا، بس اللي هو اكيد سنعدي الطريق. اللي اكيد هبقى اتكلم عنه الحاجات اللي موجوده هنا مثلا مش موجوده في مصر، او الحاجات اللي الجديده، او الحاجات الغريبه هنا مثلا مش موجوده برضو في مصر يعني كده. يعني ممكن تبص تلاقي في حاجه جديده انا هتكلم عنها، انما مش هتكلم عن نصايح. يعني ما تستناش مني نصايح او شيء، هو يعني هبقى اخلي الفلوج هو الموضوع بتاع اليوم وخلاص، انما مش هيكون في نصيحه ولا حاجه. الكاميرا قريبه شويه من ايدي عشان انا مش معايا الحامل بتاع الكاميرا. دلوقتي بقى نخش نجيب حاجه من البقاله، نشوف رد فعل الراجل بتاع البقاله يعمل ايه لما اشوف الكاميرا. تفتكر يعمل ايه؟ رجاله اهو. الرجاله ايه؟ الرجاله بعتنا في الرجاله هتطلع في الفلوج بقى. تعمل ايه يا ابني انت؟ بشتري زبادو بالفراوله. تعالى عشان يطلع في الفلوج عشان ما تقعدش تقول طلعني في الفلوج ده الكلام ده. حبيب قلبي ابو سمره، اتفضل يا ابو سمره معانا. هات اي حاجه. بصوا بالدنيا دي هديه يا جدعان. ايوه مراعي. مش هياخدها مني عشان انت عملت ايه يا اسامه؟ بتكسر في ايه؟ خلاص عندي دي اسامي عشان بس في الفلوج. عشان طب هات ما انا بحاسب. طيب اهو تعالى حاسب. روح حاسب بقى يا ما اسلام. جبتش المحفظه على فكره ولا نسيت. براحتكم بقى، ماليش فيه. نجيب بيه دوريتوس بقى ولا ايه؟ ازاي انا ما جبتهاش؟ مش طلعها في الفلوج دي؟ طلعت. الريال ما طلعش، الريال طلع. بتاكل ايه يا بوزو. عبد الرحمن ابراهيم؟ بوزو. بص عليه كام اسم؟ بوزو. 1 2 3 اسامي او 4 كمان، كلهم ما لهمش علاقه ببعض. يلا قول اللي نفسك فيها يا شباب. بحبك يا قول سمير. بقى حاجه بحبك يا سمير. في المايك. قول لي بحبك يا سمير في المايك. بحبك يا سمير في المايك. اروح اغير زيت العربيه. للاسف الزيت اللي كان راكب فيها ما كانش كويس، وكمان هغير. اروح اغسل العربيه، بقالي كتير ما غسلتهاش. غير الزيت بعد 500 كيلو. العربيه صوتها بقى فيه التكه اللي في العربيه دي من الزيت. الزيت هو اللي عامل المشكله دي. الصوت ده يختفي بعد الزيت. متقلقش من اليوتيوب. الزيت ده لو انت بتغير الزيت ده مش للغيار اللي بتاع العربيه. هو كده باين؟ كده باين. الزيت ده مش لغيار الزيت العربيه. الزيت ده بيغسل الموتور 1000 كيلو بس، يعني ما تقدرش تمشي بيه. الكلام ده موثق من الميكانيكي. لو عايز تغير زيت معايا فيرنا بتاعتي زي المصري، تغير البلاستيك، الجيركن البلاستيك، سوبر جي تي 2050 البلاستيك.
انما الصفيحه دي بتغسل الموتور، تمشي بيها 1000 كيلو بس، اكتر من كده لا. ها؟ زمان اول ما جيت المملكه كان في شايفين الصراف الآلي ده ATM، بس بتركن جنبها بالعربيه. يعني بص، هو في حد واقف هنا كده، هو بيسحب فلوس. زمان كنت اول ما جيت يعني كنت بقول يعني ليه الترفيه ده، يعني ما تنزل يعني من العربيه وتركن يعني وبتاع. بعد كده اكتشفت ان اصلا ما فيش حد في العادي بيمشي في الشارع. يعني انت مش برضه مش من الرفاهيه ان انت تمشي في الشارع، لا، بس الشارع حر جدا واغلب الناس معاهم عربيات، فبتتعمل الماكينه دي من البنوك عشان خاطر ان هو يبقى ايه، راكن جنب الايه. عارف هو باين ولا لا؟ استنى احاول ابينه. فدلوقتي في واحد واقف، الاول كان في عربيه واقفه، فبتركن بالعربيه وانت راكب جوه العربيه بتسحب الفلوس وبتاع. فانا في الاول كنت مفكرها ترفيه، بعد كده عرفت ان هي ايه، مش ترفيه ولا حاجه. معلومه تاني، بنزينه اول ما جيت هنا كنت بدي للعامل ريال اللي واقف بيعبي البنزين وبتاع. وبعد كده في حد قال لي ما تعملش كده عشان ما يتعودش على الموضوع ده. هنا ما فيش كل سنه وانت طيب يا باشا، مفيش الكلام ده. ويقول لك مثلا انا عبيت بايه، ب 19 ريال، وتسيب الريال بقى وكده. فكذا حد قال لي ما تعملش كده عشان ما يتعودش على كده ويحصل بقى المشاكل. هو هنا بياخد راتب وخلاص، الموضوع خلاص انتهى، فمش محتاج ان انت تقعد تعمل له كده عشان هو ايه، يشوف شغله كويس وكده. يعني من الحاجات الحلوه جدا هنا اصلا يعني. ده المظبوط تيتان سوبر جي تي فوكس 2050. لا لا بس عشان انت ماشي. لو عايز تعرف، هنا بيقولوا عليه السيفون، ده الفلتر اللي احنا بنقول عليه فلتر. يقول لك لو عايز تعرف ده اصلي ولا لا، جواه علامة هيونداي جوه هنا كده عشان تاكد ان هو اصلي يعني. ستور. ده القديم مش نفس الاسم، واكيد مفيش العلامة جواه. لكن المعلومة دي تفيد اللي هنا اكتر ما تفيد اللي في مصر. بس ما اعرفش بقى في مصر هم بيستخدموا ايه الماركات اللي هناك، بس المعلومة دي تفيد الناس اللي عايشة هنا وهتغير نفس الكلام ده. اتأكد برضه، اتأكد من العلامة، اتأكد من الحاجات دي تفرق في العربية، تقدر تمشي بيها وانت مطمن يعني. الاتوبيس ده من الاتوبيسات اللي هتشتغل في المترو. المترو هنا هيكون شغال تحت الارض بالمترو او فوق الارض مثلا، وفي الاماكن اللي هي فيها زحمه او فيها مكان ما يوصلكش بعيد عن المحطه هيكون الاتوبيس ده 3 بيبان مرسيدس. سبت العربيه في المغسله ونروح نصلي عشان المغرب أذن. من الحاجات الممتعة هنا بقى في السعودية، الممتعة أول ما الأذان يأذن كل حاجة بتقف، محلات كلها بتقفل. بس كده ورايا محلات قفلت، المحلات دي شغالة مفتوحة بس قفلت. ليه؟ كله رايح يصلي. هلا سواق التاكسي بيسلم عليا يعني عشان الكاميرا وبتاع نطلعه في الفلوج. كيف حال؟ كله كويس؟ كل حاجة بتقف عشان ايه؟ الصلاة. نصلي بقى ونجيلكم بعد الصلاة. كويس برضو من الحتة دي. بص باب المسجد هنا ورايا، بص كل العربيات دي اللي واقفة، بص العربيات راكنة قدام الباب ازاي. برضو من الحاجات اللذيذة طبعا كل حاجة قفلت فمش هتعرف تعمل اي مصلحة، فبتركن العربية تخش تصلي. فكل اللي ماشي واللي فاتح حاجة واللي بيعمل حاجة ما بيلاقيش حاجة قدامه غير ان هو يخش يصلي. دي من الحاجات اللذيذة جدا. اول ما الاذان يأذن كله يقفل، كله يروح يصلي. الحاجات الجميلة يعني. نروح بقى نشوف العربية حصل فيها ايه. سيبنا العربية. الموضوع بقى بتاع البوست بتاع ساويرس. هي الناس ممكن ما تكونش فهمت البوست.
انا بتكلم في ايه؟ كل الناس دلوقتي بتشير البوست اللي هو مش عاجبه ان هو بيشتغل 8 ساعات، وان هو ايه، ان هو انت كده بتعمل ثروه لواحد تاني، والمفروض ان انت ما تشتغلش 8 ساعات، وان انت تبقى انتربرنور، وان انت تبقى صاحب شغل والكلام من ده. كل الكلام ده كويس جدا، بس هو السؤال هو انت اصلا لما اتعرض عليك شغل انت اشتغلت؟ هو ده السؤال. او يعني انت لما بيكون في شغل انت بتشتغل؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لو كل الناس بقت صحاب عمل، مين اللي هيشتغل؟ يعني انت لما تبقى صاحب عمل مش هتحتاج موظفين. افرض الموظفين اللي عندك قالوا لك برضو احنا عايزين نبقى اصحاب عمل، فكده كل الناس هتبقى اصحاب عمل. مين بقى اللي هيشتغل؟ فلما كل الناس هتبقى عندها بيزنس بتاعها، مين بقى اللي هيشتغل عندها؟ يعني انت لو نويت تفتح محل، مين اللي هيقف لك في المحل ويبيع ويشتري؟ لو انت فتحت مصنع، مين اللي هيشتغل في المصنع ده؟ وهكذا. فهي الفكره بس عشان الناس ما تفكرش ان انا ايه، يعني عشان يعني ما تفكرش غلط او تفهم البوست غلط. والناس برضو اللي على اليوتيوب اللي هي مش هتفهم انا بقول ايه دلوقتي. انا كنت كاتب بوست بتكلم على ان الناس كلها بتشير ان هي عايزه تبقى ساويرس، او ان هي رافضه ان هي تشتغل 8 ساعات في اي شركه، او ان هي رافضه ان هي تكون شغاله عند حد وتكون له ثروه وكلام من ده. احنا اتخلقنا طبقات في الدنيا وفي الاخره، زي ما هيكون احنا درجات في الدنيا وفي الاخره نفس الكلام. وكذلك هي الموضوع كده، في واحد عنده فلوس يقدر يشغل ناس، في واحد تاني كويس وعنده خبرات ومهارات يشتغل عند حد، وهكذا. فمفيش حاجه اسمها ان انت عايز تشتغل وانت ما بتعرفش حاجه، او مش عايز تشتغل عند حد. خلاص يا سيدي اشتغل يعني زي ما انت حابب يعني. انما هي يعني تعميم الفكره ده مش صحيح. يعني مش كل الناس هتبقى اصحاب شغل، ده رايي يعني. وطبعا ليكوا الحريه تختلف او تتفق مع رايي، يعني مفيش مشكله، براحتك عادي يعني. الموضوع التاني كاتبه برضو على جوجل كيب عشان ما ننساش. الشغل زي ما انا لسه حالا قلت بقى، يمكن دمجت النقطتين في بعض. الشغل زي الجواز، طالما انت رايح تتجوز لازم تكون انت معاك اللي يأهلك للجواز، معاك شقة، معاك فلوس، معاك مهر، عندك شغلانة، مش عارف ايه. انما هو فعليا لو هو مثلا لو واحد بيروح يقول لك انا عايز اتقدم لبنتك او انا عايز اتجوز بنتك، فانت هتساله السؤال الطبيعي قبل حتى ما نقول ان هو اللي هو يعني طلبات يعني كبيره وبتاع. لا، انا بتكلم في الطلبات العاديه. لازم يكون معاك الحاجات الاوليه اللي هي تاهلك ان انت ايه تتجوز. فالشغل نفس الكلام، لازم يكون معاك سكيلز ويكون معاك مهارات ويكون معاك تعليم جيد، او على الاقل تعليم ابتدائي لاي شيء، بحيث ان انت لما تروح ما تقولش ان انا ايه، طب انا هشتغل ايه، طب دربوني وانا اشتغل. في مش كل الاماكن بتدرب، ومش كل الاماكن عايزه تبدا مع الناس من الاول. في اماكن بتبقى عايزه شباب شغاله او ناس عندها خبرات او فانت ما تقولش ان هو ايه، انا مش لاقي حظي، انا مش لاقي شغل، طب اعمل ايه، طب مش عارف ايه، وهكذا. دي النقطه الثانيه يعني. النقطه الثالثه بقى باين في الصوره، بنشر ده بتاع الكاوتش، الراجل بتاع بيصلح كاوتش بتاعي. من الحاجات اللذيذه هنا في السعوديه برضو. الراجل دوت مش اللي شغال في البتاع، مش اللي شغال في الورشه. الراجل ده صاحب العربيه دي. الهوا هنا ببلاش، يعني لو نزلت كده انت بنفسك نفخت العربيه، يعني انت عملت الهوا، محدش ياخد منك فلوس. يعني هو هينفخ، عارف باين ولا لا؟ مش عارف هو خلص ولا لسه مخلصش، بس يعني خلينا مراقبين كده. هو هيخلص ويمشي، مش هيدي الراجل حاجه، مش هيديله فلوس. ده من الحاجات اللي هنا اللي ببلاش، الهوا، لان هو بيقول لك ده هوا يعني مش هناخد عليه فلوس. هلا، انا لسه ما خلصتش. انت جوعت؟ انت جوعت طبعا. طيب بغسل العربيه. المغرب أذن بقى كده. انا في جرير، في حاجه في جرير ممكن نجيبها تتاكل؟ فكر كده، لسه قدامي شويه يعني ربع ساعه ولا حاجه. فكر كده، لو افتكرت حاجه قول لي. انا نفسي في الطازج اللي انت مشاهره ده. في طازج هنا قريب؟ لا، مخرج ايه، انا بتكلم في جرير. خلاص نبقى نشوف اي حاجه تاني. فكر كده لو لقيت حاجه. يلا سلام. عموري موري، احمد العجمي لازم يقول له عموري موري.
تقريبا الناس اللي قعدت تقول لي على اليوتيوب انزل وصور في الشارع وكده وخليك جريء. اديني نزلت صورت في الشارع، الناس كلها هنا واقفه في البنزينه عمالين يبصوا لي انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي بتصوره ده؟ وانا بجح رايح جاي في وسط البنزينه عمال اتحرك بالكاميرا وما حدش عايز يقول لي انت بتعمل ايه. بس هو هنا التصوير يعني ما حدش بيكلمك، يعني في العادي ما فيش حد يقول لك انت بتعمل ايه. وهم طبعا نظرات يمكن يكون موضوع عشان غريب شويه، فممكن تلاقي الناس بتبص لك بنظره غريبه كده. هنا ما حدش هيمنعك، ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه طالما انت بتصور حاجه بعيد عن. فاكرين في زمان كنت قلت ان ايه، سالت حد من الشرطه يعني اصور وكده، فقال لي طالما في حدود الادب مفيش مشكله. حدود الادب دي اللي هي ايه، بعيده عن اي مكان فيه تجمع ستات او عيال او كده يعني. غير كده صور اللي تبي يعني، صور براحتك مفيش مشكله يعني. فاحنا دلوقتي بنصور. خلصنا غسيل العربية. غسيل العربية عند الراجل عامل زي غسيل الشقة عند الستات. الصورة طبعا غامقة جدا عشان الدنيا ليلت جامد، وهنا مفيش إضاءة خالص. لما غيرت الزيت بتاع العربية كان في الصبح التكة اللي كانت موجودة في العربية. التكة اللي في العربية دي من الزيت. الزيت هو اللي عامل المشكلة دي. الصوت ده يختفي بعد الزيت. مفيش صوت. الكركبة اللي كانت موجودة الصبح ديت كانت بتاعة الزيت بسبب الزيت اللي أنا قلت عليه ده. نكمل بقى تظبيط العربية. ده معرفش موجود في مصر ولا لأ. يتباع هنا غالبا في كارفور. انا ليه اوت اوف فوكس؟ يتباع هنا غالبا في كارفور. ان دي اون. لا يا عم مش عايز الان دي فلتر انا. اخي العلم نور. الكاميرا كان فيها حاجة كنت انا موقفها، كنت عامل حاجة اسمها ان دي فلتر. دي فلتر دوت بيبقى عشان الشمس بيخلي الجو ايه افضل شويه. البتاعه دي معرفش موجوده في مصر ولا لا. سيليكون داشبورد بوليش بتتباع هنا تقريبا في كارفور، معرفش ب10 ريال كنت جايبها او ايه. بترشها على التابلو بتخلي التابلو بيلمع جدا ويقعد فتره طويله، يقعد مثلا اكتر من 15 يوم او حاجه. ممكن اوريكم اللمعه بعد ما رشيته. هو مش باين قوي عشان الدنيا ليل، لكن هو النتيجة بتاعته حلوة جدا يعني. بيدي نتيجة حلوة. هو أحلى حاجة فيها إن هي بتقعد أكتر من إيه، من يوم 10 أيام 15 يوم كده يعني. بس نظبط بقى العربية وبعد كده إيه. تالي الفلوج ده النهاردة كان لذيذ كده، وديكوا عرفتوا كام معلومة جديدة. ممكن أرجع أصور فلوجات تاني. الناس كانت في ناس بعتت قالت لي ان هي زهقت من الحلقات بتاع حصالي في الغربه يعني. هو اصلا انا ايه ما كناش كتبنا حلقات تاني، بس فهنرجع ممكن للفلوجات شويه. من ضمن بقى الحاجات في الفلوجات اللي ممكن اتناولها ان هو دي اهم حاجه المفروض كنت اتكلم عنها يعني، اللي هو الفرق بين مصر والسعوديه. ايه يعني، ايه اللي موجود هنا مش موجود هنا، وايه اللي موجود هنا لو راح هناك يبقى كويس مش عارف ايه، افكار مثلا حاجات زي كده. بس فدي الحاجات اللي انا ممكن ابقى ايه اظبطها بعد كده في الفلوجات. ويا رب يكون النهارده الفلوج يكون لذيذ، كانش رخم يعني. ويا رب تكون المعلومات اللي انا قلتها دي تفيد الناس يعني. بس وسلام عليكم.